ايه رأيكم بقى يا حبايبي في طبق رز بالجمبري دوت؟ اقتصادي وجميل جدا. يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنطبقه ازاي. دلوقتي يا حبايبي هنجيب الحله اللي هنعمل فيها الرز بالجمبري، وهننزل فيها نسخنها كده، وننزل فيها شويه زيت كويسين، معلقه توم حلوه كده، كام فص توم، وننزل معاهم في نفس الوقت عود قرفه وكام ورقه لورا، وهنقلبها كده كويس. انا مش عايزه الثوم يحمر او يعمل اي حاجه، انا بس عايزه اخد الريحه بتاعته تطلع كده. عشان اعمل الرز بالجمبري ده جايبه جمبري اللي هو الجمبري البيبي الصغير، مش هروح اجيب اللي هو الغالي الكبير واعمله. هي دي احسن وصفه ليه، اللي هو البيبي الصغير ده. دلوقتي بعد ما الريحه طلعت كده جميله، انزل على طول بالجمبري بتاعي غسلاه ومصفياه كويس، وحط عليه معلقه كمون ومعلقه ونص معلقه جنزبيل بودر. الجمبري ما بياخدش وقت، مجرد ما يغير لونه اشيله. دلوقتي يا حبايبي اهو نزل ميته وشربها بسرعه، ما كترش عليه اكتر من كده عشان ما يجلدش. اروح جايبه طبق كده ولا حاجه وانزل فيه الجمبري بتاعي اللي انا يعتبر سويته. الجمبري كل ما يقعد يشد ويتفل، وده صغير ما بيستحملش. في نفس الحله هنزل معلقتين زيت كده تاني، واروح جايبه بصلايه كبيره كده مقطعاها مكعبات صغيره، وابتدي اشوحها واخليها تدي اللون الاحمر اللي هعمل فيه الرز اللي هحط فيه الجمبري تاني. اقلب كده واهو البصل دبلت، وطبعا حطيت عود القرفه والورق اللوري فيها اللي كان في الجمبري. هنزل عليها بثلاث طماطميات مبشورين كده، واسيبها تتسبك. بس احط عليها شويه توابل، معلقه صغيره كده كركم، معلقه برضو صغيره مليانه كاري، قرفه بودر سنه صغيره كده، جنزبيل بودر بتاع ربع معلقه، واقلب كده كويس يا دوبك الطماطم دي تخش في تسبيكه، وبعدين نكمل. دلوقتي حبايبي اهي اتسبكت كويس، هنزل عليها بجزرتين كبار مبشورين. كل ده بيزود القيمه الغذائيه بتاعتها وبيخليها حلوه على طول اهو، والجزر ما بياخدش وقت في السوا. هبتدي بقى دلوقتي اجيب الرز بتاعي. دول 4 كوبايات رز، هنزلهم كده على الخلطه بتاعتي اللي انا عاملاها دي، وابتدي اقلب. عايزين ملاحظين معايا الالوان جميله ازاي، والتوابل ريحتها ما شاء الله. وانا دلوقتي وانا بعمل كده وشغاله حاطه الكاتل فيه ميه بتغلي، اجيب الميه السخنه وابتدي اسقي، انزل بالميه السخنه على الرز بتاعي، واشوف كده واظبط معيار الميه. واول ما يتشرب الميه دي اوطي عليه وانزل على وشه الجمبري. دلوقتي الرز حبايبي اتشرب الميه بتاعته، هجيب الجمبري اللي انا طلعته في البدايه واحطه كده على الوش،
واقفل على الحله واسيبه يكمل بقيه سواه وبعدين نغرفه مع بعض. ودلوقتي الرز اهو حبايبي يستوى مفلفل وجميل، نغرفه بقى ونخرجه. وزي ما انتم شايفين طلع بالحلاوه دي، رز مغذي وجميل. وتعملوا جنبه بقى انا كان عندي سمكتين ماكريل عملتهم سنجاري كده في الفرن، او جنبه سمك فيليه او جمبري تكون صينيه يتاكل جنبه مع شويه طحينه في منتهى الجمال. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.